فتحوا حقيبة السفر اللي موجودة بسيارة التاكسي، وإذا بتطلع لهم الجثة لبنت تم قتلها. تبين بعدين أنه هاي البنت اللي انقتلت هي زوجة مسؤول حكومي كبير في سوريا. ضابط التحقيق تم تهديده بعزله إذا ما بيتنازل عن هاي القضية. صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه القصة حقيقية وقد حصلت قبل سنوات سابقة. لا تنسى أن تضغط على زر اللايك والمتابعة حتى نصل 1,000,000 متابع. فلنبدأ القصة. في دمشق في سوريا اتصل على مكتب تاكسي أحد الأشخاص وقال أنه أنا بدي تاكسي تأخذني من المنطقة الفلانية إلى المطار. وفعلا كان في مكاتب تاكسي في سوريا سابقا، كانوا عاملين مكاتب في كل منطقة قبل ما يكون في تطبيق أوبر أو كريم. كان في عبارة عن مكاتب بكل حارة مكتب، يعني بتتجمع التكاسي فيه وله رقم، الناس بتطلب تجي التاكسي على الباب بتاخده. المهم اجى شوفير هالتاكسي وفعلا على الموقع اللي بعتوا له اياه راح، وإذ بلاقي شاب معاه شنطة سفر وبده يسافر وبده يروح على المطار. وفعلا بيركب هالشاب بهالسيارة ومعاه شنطة كبيرة مسكرة ومقفولة، وبيحطها بالتاكسي وبيطلعوا بتوجهوا باتجاه المطار. ماشيين على الطريق وهو كل شوي يقول للشوفير استعجل استعجل استعجل. فالشوفير هون عم يقول له انه ليش يعني مستعجل، قديش معك وقت؟ قال له معي 3 ساعات. قال له ايه 3 ساعات بنكون وصلنا على المطار يعني وبزيد معك وقت؟ فالمهم قال له لا والله الموضوع مو موضوع المطار، بس انا شربان كتير سوائل ومضطر اني ادخل على الحمام يعني. قال له الشوفير مو مشكلة يا اخي، هلا بنوقف لك على اليمين والطبيعة بتساعد الكل، يعني بتنزل بتقضي حاجتك ورا هالشجرات على طريق المطار في سوريا، بتعرف في اماكن بيجي فيها شجر وكذا. والله فعلا صف الشوفير على اليمين ونزل هذاك على اساس انه يقضي حاجة. 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة ما رجع رجل. هذا قال له عم شو صاير معه، شو ممغوص يعني مسهل؟ فوالله المهم بعد شوي ولا بتجي سيارة للمخابرات وبتصف على اليمين، بينزلوا لعنده. طبعا الطريق في سوريا مراقب بالرادار، طريق المطار مراقب بالرادار، وفي دوريات استخبارات او امن او جنائية رايحة جاي، لانه هذا الطريق بشكل عام ممنوع التوقف فيه لمدة اكثر من 5 دقايق او دقيقة. المهم اجوا لعنده، شو عم تعمل هون؟ شو عم تساوي؟ ما عم تساوي لشوفير تاكسي؟ قال لهم يا اخي انا معي طلب وبعرف انه التوقف ممنوع، بس اذا رجل نزل يقضي حاجة. وينه الزلمة؟ نادي عليه، نادي على الزلمة، نادي على الزلمة، نادي على الزلمة. اختفى. يا ابو فلان يا ابو فلان يا كذا، لعم الزلمة ما له اثر. قالوا له شو معك ورق؟ لهم معي شنطة السفر تبعه يا عمي الله وكيلكم. فتحوا الطبون، افتح الشنطة. قال لهم ما معي المفتاح. افتح ما افتح. راحوا جابوا من الدورية بانسة زرادية، نحن بنقول بانسة هي الزرادية، هي شغلة بنكسر فيها او بنقص فيها، وكسروا الشنطة. وإذ هون لما انكسرت الشنطة تطلع لهم جثة بنت محطوطة داخل هي الشنطة. قالوا له شو هاد؟ قال لهم والله العظيم ما لي علاقة الشوفير، أنا زلمة عم وصل طلب. قال لهم هلا عنا بتعترف بكل شيء. شحطوا حطوا قيد التحقيق. قال لهم يا عمي دقوا واسألوا المكتب، أنا إجاني طلب 1 2 3. وفعلا دقوا للمكتب، قال لهم فعلا الزلمة إجا طلب باتجاه المطار من شخص. حددوا موقع الاتصال ولقوه قريب من منطقة معينة. الطب الشرعي حدد انه البنت تم قتلها عن طريق انها تعرضت بالضرب على الرأس بأداة ثقيلة وبدون ما تنتبه يعني، وارادوا التخلص منها. بعد التحقق تبين انها زوجة شخص مسؤول كبير في سوريا وله نفوذ وعنده سلطة وواصل يمكن للرئيس مثل ما بقولوا هذيك الايام. راحوا لعنده على البيت، قالوا له مرحبا فرع الامن الجنائي، نحن عنا خبر مو منيح، يعني بدنا نخبرك انه زوجتك لقوها مقتولة، انت كنت مقدم بلاغ عن اختفائها وزوجتك وجدت مقتولة. الرجل طبعا هون ولا كأنه سمع اشي، يعني من جبروته ومن طغيانه عادي، شو انه ماتت طز. فالمهم قال له للضابط يعطيك العافية الله معك هيك. قال له الضابط بس نحن في عنا مجموعة أسئلة حابين نسألك إياها. قال له ولك أنت بدك تسألني؟ ما أنت بدك تسألني؟ قال له شو اسمك أنت ولك؟ قال له أنا فلان الفلاني رتبتي كذا. قال له احملوا حالكم وغادروا المزرعة ومع السلامة. طبعا هذا هون الضابط ما هني له بال، يعني أراد متابعة مجريات القصة. فكأنه إجا اتصال للمسؤول عن هذا الضابط إلى النيابة إنه خففوا بهاي القضية وانهوها.
فهذا الضابط اللي كان مسؤول عن هاي القضية تمسك يعني انه الا بده يبحث عن القضية ويحل خيوطها. والشاب اللي كانوا اخذينه على طريق المطار اختفى، ما حدا بيعرف وينه. المهم اخر اتصال اللي حددوا الاتصال تبع الشاب اللي اتصل طلب التاكسي، كان الاتصال قريب لمزرعة هذا المسؤول الكبير. فهون الضابط هذا كان عنده شك 100% انه في شيء غلط صاير بالموضوع، انه هاي ما ماتت موتة ربطة. فالمهم تبين انه هاي البنت بعدين تتعاطى مواد، وغير انها بتتعاطى مواد تبين انها بتشتغل ببيت دعارة. راحوا جابوا البنت المسؤولة عن بيت الدعارة اللي بتشتغل فيه، جابوها قالوا لها مرحبا اهلين كيفك احكي لنا. قالت لهم والله هي اسمها الحقيقي كذا. قالوا لو اسمها العملي، قال له اسمها العملي كذا. قالت لهم طيب شو صار قبل ما تموت المرأة؟ قال قبل بيوم اجى واحد من الشخصية حدا معاه مصاري طلبها باسمها الحقيقي. قالوا لها طيب انت ما شكيتي انه انطلبت باسم الحقيقي، يعني ما انطلبت باسم العمل؟ قالت لهم والله شكيت يا سيدي، بس كبسني 10-15 ألف ليرة وسكتني، يعني هذيك الأيام 15 ليرة كبيرة. قالوا لا طيب مع السلامة. اجت انطلبت البنت من مكان معين هي بتشتغل فيه بالدعارة، وهي زوجة متزوجها هذا المتنفذ المسؤول بنفس الوقت. تشوف وين يعني طلعت تتعاطى مواد مخدرة وبنفس الوقت تشتغل في بيت دعارة كانت لعمة. في قصة هون غريبة عجيبة. المهم هذا الضابط عم يدحس عن الموضوع، عم يسأل عن القضية، رجع بده يعاين مجريات القضية بالفيلا اللي عايش فيها جوزها. أخذ دورية وراح باتجاه الفيلا، وإذا بيتعرض لإهانة وبيتعرض لتقليعة من الفيلا من هذا الضابط المتنفذ الكبير أو الشخصية المتنفذة الكبيرة. وبعدين بيجي اتصال للنيابة العامة المسؤولة عن القضية انه هاي القضية لازم تتغلق ولازم تتسكر، وانه هذا الضابط راح يتم نقله من الفرع لفرع اخر اذا بضلوا بهذا الشكل. الضابط هون يعني حمي دق الوطنية عنده والله العليم، وقال لهم انه نحن الدولة ما بتقدر تحمي عناصر اللي بيشتغلوا عندها، انا ماني متنازل عن القضية، لو بدي اتسرح بتنازل ما بتنازل. وصل الموضوع لوزير الداخلية. وزير الداخلية ساعتها هون أعطى ضوء أخضر أنه فليتابعوا القضية لكن بمعطيات مؤكدة ودلائل. المهم بيوم من الأيام بالليل بعد ما بلشوا البحث بالقضية بيكون بده يغادر البلد الشاب اللي كان راكب بالتاكسي اللي أخذ الجثة، اللي هو المسؤول عن الموضوع على ما أتوقع بتخلص من هاي الجثة. فبيكون طالع بالليل باتجاه الحدود بده يغادر سوريا ومسرع، فإذ فجأة بيلحقوه دراجات نارية من قدامه وبتمشي وراه سيارة كبيرة بسرعة هائلة، وبيحاولوا انهم يعرقلوا طريقه هو وزوجته، وبينجحوا انهم يقلبوا السيارة وتتفركش السيارة وتوقع في الوادي. بتيجي الامن الجنائي، بيكون في بلاغ لشرطة المرور من قبل احد سائقين الشاحنات انه في سيارات كذا كذا على الطريق الفلاني. والله فعلا بعد ما تبلغ اجى الامن الجنائي، شافوا اخذوا الناس على المستشفى واخذوا صورة جوازه لهذا الشاب اللي كان بالسيارة، ورجوا صورته لشوفير التاكسي اللي كان مع الجثة. قالوا له فلان هذا؟ قال لهم هذا هو اللي طلع معي بالسيارة وكان مع الجثة. طبعا هون أشيع خبر ماتت زوجته لهذا الشاب، وأشيع خبر انه ايضا الشاب نفسه مات، يعني مات هو وزوجته. الشاب اللي طلع بالتاكسي وكان اخذ الجثة مات هو وزوجته بحادث السيارة. هون الضابط تأكد تماما انه فلان الفلاني الضابط هذا المتنفذ المسؤول الكبير هو المسؤول عن قتل هاي البنت. الخبر الحلو انهم حققوا مع الشاب اللي كان معاه جثة في البداية في الحقيبة، واعترف لهم بكل اشي للشرطة. اعترف لهم انه المسؤول عن قتلها هو هذا المتنفذ الكبير، وانه هاي البنت كان عندها اطلاع نوعا ما عن حياته وعمله والى اخره، فصار عندها معلومات اكثر من اللازم، دخلت فيه اكثر من اللازم، فقرر ان يتخلص منها. فاعترف لهم للشرطة. المهم اتصلوا بالنيابة العامة يوميتها المحقق وقال له انه نحن عندنا دلائل كافية. قالوا لهم تاخذوا دورية وبتداهموا الفيلا، وفعلا اعطوهم الضوء الاخضر لحتى يداهموا الفيلا. توجهوا الى الفيلا بدورية كاملة، وصلوا للفيلا. بالبداية اعترض، وانا بدي ربيكم هذا المسؤول ومدري شو، صار يطول ويقصر. اقتحموا الفيلا ودخلوا بدهم يعتقلوه. حاول انه يقاوم وصار يهددهم، وصار يقول لهم انتم ما بتعرفوا مع مين عم تشتغلوا، ما بتعرفوا مع مين علقانين، انا برجيكم. طالع تلفونه بده يتصل ببعض الشخصيات المتنفذة في البلد،
وإذ ما حدا بيجاوبه. فهون الضابط قال له بنصحك ما تتصل بحدا، لأنه ما حدا رح يرد عليك فعليا، لأنه كان في ضوء أخضر من وزير الداخلية حسب ما سمعنا أنه يتم التحقيق في مجريات هذه القضية. فهون اللي ما كان بيعرفه هذا المتنفذ الكبير أنه كيف وقع في التهمة، وقعت التهمة عليه. اللي كان مسؤول عن نقل الجثة، اللي كان مع شوفير التاكسي اللي حاول يهرب برات البلد ولحقوا بالسيارات وعلى أساس أنه وقع وصار معهم حادث وماتوا، ماتت زوجته بس هو ما مات. ولما صحي من البنج الشرطة تكتمت عليه وما أعطوا خبر، قالوا أطلقوا إشاعة أنهم ماتوا الاثنين، وحققوا معه وهو اللي اعترف على هذا المسؤول الكبير بجريمته اللي عملها. لأنه مثل ما حكينا هاي البنت على ما يبدو صار عندها معلومات زيادة عنه، كانت داخل بحياته، هي بنت بيت دعارة، كان تزوجها على أساس وخلاها تحت جناحه، وكان يقدمها في بعض الأوقات لبعض المسؤولين وبعض المتنفذين، يقدمها كهدية ثمينة. اشتهيت لك هالبنت، يعني كأنه اشتهيت لك هالسندويشة. فتم الاعتراف عليه ووقع في هذا الفخ. هلا ما بنعرف إذا تم حكمه أو لم يتم حكمه، هل غادر البلد، هل حكموه سنة مع وقف التنفيذ وراحت بأرضها، لأنه كان متنفذ وشخصية كبيرة وأنا ما بعرف مين هو بالاسم. أتمنى أن تخبرونا أهالي سوريا، هل سمعتوا بهذه القصة؟ الكبار في العمر، الرجال، أخبرونا من هو هذه الشخصية، والله صار عندي فضول أعرفه. لا تنسى أنك تتابعني وتعمل لايك لهذا الفيديو، بدنا نوصل لل1,000,000. ولا تنسى أنك تشوف الحلقات السابقة. أنا أخوكم خلدون الحوراني من الحمص، حياكم الله، بتشرف فيكم، شكرا لكم ونورتونا، وكل الحب والاحترام. شاركونا رأيكم في التعليقات، ضروري جدا.